برشلونة يوقع عقد رعاية مع دولة إفريقية مقابل 44 مليون يورو. جيرارد مارتن يحسم مستقبله مع برشلونة ويرد على شائعات الرحيل. موهبة برشلونة يعود إلى التدريبات بعد غياب طويل. برشلونة يبدأ مفاوضات تجديد عقد كوندي. برشلونة يضع عينه على تشافي سيمونز لتعويض فشل صفقة نيكو ويليامز. وإذا كنت من محبي ومتابعين نادي برشلونة، لا تنسى الاشتراك في القناة وعمل لايك ومتابعة لصفحتنا. وهيا نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. برشلونة يوقع عقد رعاية مع دولة إفريقية مقابل 44 مليون يورو في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للفريق. أعلن نادي برشلونة الإسباني عن توقيع عقد رعاية جديد مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، تبلغ قيمته 44 مليون يورو على مدار 4 سنوات. يأتي هذا الاتفاق في وقت حاسم يسعى فيه النادي الكتالوني لتحقيق التوازن المالي وتفادي التحديات التي واجهته في الموسم الماضي، والتي حالت دون تسجيل بعض تعاقداته الهامة مثل داني أولمو وباو فيكتور. يتضمن الاتفاق وضع شعار جمهورية الكونغو الديمقراطية تحت عبارة الكونغو الديمقراطية قلب أفريقيا على قمصان التدريب الخاصة بالفريق الأول. يعكس هذا الشعار التزام برشلونة بالترويج للسياحة في الكونغو ودعم المشاريع الخيرية والرياضية في البلاد، وهو ما يساهم في تعزيز العلاقات بين النادي والدولة الأفريقية. يتطلع برشلونة من خلال هذا العقد إلى تحسين وضعه المالي والامتثال للوائح اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني، مما يتيح له الفرصة لتسجيل لاعبيه الجدد والمضي قدما في سوق الانتقالات الصيفية. بالإضافة إلى ذلك، يشير النادي إلى أن هذه الصفقة تمثل خطوة مهمة نحو توفير تمويل مستدام للمستقبل. الاتفاق يشمل أيضاً تعاوناً مشتركاً مع المدارس والمشاريع الخيرية في الكونغو، وهو ما يساهم في تطوير الرياضة والتعليم في الدولة الأفريقية. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل برشلونة على تعزيز الصورة العالمية لبلاد الكونغو من خلال هذه الشراكة المميزة، والتي تؤكد على التزام النادي بالنمو والتوسع الدولي. جيرارد مارتن يحسم مستقبله مع برشلونة ويرد على شائعات الرحيل. أغلق الظهير الأيسر الشاب جيرارد مارتن الباب أمام جميع الشائعات التي دارت حول مستقبله في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2025. في تصريح حصري لصحيفة موندو ديبورتيفو، أكد مارتن تمسكه بالبقاء في صفوف برشلونة، مشيرا إلى أن لا نية له في الرحيل. وقال اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً: أنا مرتاح جدا في برشلونة وأشعر بالثقة هنا. إذا كانت هناك عروض حقيقة للرحيل كنت سأتم إبلاغي بها من قبل الإدارة، لكن لم يحدث ذلك. لا أفكر في مغادرة هذا النادي. مستقبل مارتن في برشلونة يبدو واعدا بفضل الثقة الكبيرة التي يوليها له المدرب هانز فليك. فبعد موسم شهد فيه اللاعب فرصا متفاوتة للمشاركة، يبدو أن فليك يخطط للاستفادة منه بشكل أكبر في الموسم الجديد. وقال مارتن عن ذلك: طالما أن الجهاز الفني يثق في قدراتي، لا أرى سببا للرحيل. شارك مارتن في 42 مباراة بالموسم الماضي، وسجل هدفا واحدا وقدم 6 تمريرات حاسمة، مما يعكس تطوره المستمر وتكامل دوره مع الفريق رغم المنافسة القوية في مركز الظهير الأيسر. مارتن يبدو متفائلا بموسم 2025-26، حيث يطمح لمواصلة تطوير نفسه مع النادي والمساهمة بشكل أكبر في خطط فليك. مع عودة أليخاندرو بالدي من الإصابة، ستكون المنافسة شديدة، ولكن يبدو أن فليك يخطط لتوزيع الفرص بشكل يضمن استقرار الفريق. موهبة برشلونة يعود إلى التدريبات بعد غياب طويل. في خبر يبعث على التفاؤل والحماس في قلوب جماهير برشلونة، أعلن النادي الكتالوني عن اقتراب عودة لاعب الوسط الشاب مارك بيرنال إلى التدريبات الجماعية بعد غياب طويل بسبب الإصابة. بيرنال الذي أبعدته إصابة قوية في الرباط الصليبي عن الملاعب لمدة 11 شهراً، شارك في تدريبه الأول مع المجموعة منذ إصابته، مما يعزز آمال الفريق في تعزيز صفوفه قبل بداية الموسم الجديد 2025-26. منذ تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة فريق رايو فاليكانو في 27 من أغسطس 2024، كان مارك بيرنال بعيداً عن الملاعب. إصابته التي طالت الركبة اليسرى كانت مؤلمة، خاصة وأنها أثرت أيضاً على الغضروف المفصلي، مما فرض عليه فترة غياب طويلة استمرت حتى الآن.
لكن بعد خضوعه للعلاج والتأهيل المكثف، أصبح بيرنال قريباً من الحصول على التصريح الطبي للعودة للملاعب، وهو ما يعد بشرى سارة للجماهير الكتالونية قبل انطلاق الموسم الجديد. استطاع فليك أن يحقق نجاحاً كبيراً في تطوير اللاعبين الشبان، وكان مارك بيرنال أحد الأسماء الصاعدة التي أظهرت إمكانيات رائعة قبل إصابته. إلى جانب عودة بيرنال، يواصل فريق برشلونة استعداداته للموسم الجديد مع بعض الأخبار المشجعة بخصوص اللاعبين المصابين الآخرين. لاعب الوسط جيرارد مارتن الذي أجرى جراحة في يده اليمنى في يونيو الماضي، يتوقع أن يعود إلى التدريبات الجماعية في نهاية الشهر الجاري. أما داني رودريجيز الذي تعرض لإصابة في كتفه الأيمن ضد بلد الوليد في مايو، فينتظر أن يعود في أغسطس المقبل بعد أن خضع لعملية جراحية. عودة هؤلاء اللاعبين تضع برشلونة في موقف قوي قبل بداية الموسم الجديد. الفريق يسعى لتعزيز قوته الهجومية والدفاعية، خاصة مع الطموح في الحفاظ على الألقاب المحلية، إضافة إلى المضي قدما في المنافسات الأوروبية. برشلونة يبدأ مفاوضات تجديد عقد كوندي. يواصل نادي برشلونة جهوده المستمرة للحفاظ على استقرار فريقه، حيث بدأ النادي الكتالوني خطواته الفعلية لتجديد عقد مدافعه الفرنسي جول كوندي. تأتي هذه التحركات في وقت حاسم، حيث يسعى النادي لضمان بقاء أحد أعمدته الأساسية في السنوات المقبلة. منذ انضمامه إلى برشلونة في صيف 2022 قادما من إشبيلية، أثبت جول كوندي نفسه كأحد أبرز لاعبي الفريق بفضل أدائه المتميز وقدرته على اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن. اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً كان أحد أبرز نجوم الفريق في الموسم الماضي، حيث خاض 53 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 8. وكان من أبرز لحظاته تسجيله هدف الفوز في نهائي كأس إسبانيا ضد ريال مدريد. في إطار سعيها لتعزيز استقرار الفريق، عقد ديكو المدير الرياضي لبرشلونة اجتماعاً جديداً مع وكيل أعمال كوندي لمناقشة تفاصيل تمديد عقده الذي ينتهي في 2027. هذه المفاوضات ليست الأولى من نوعها، حيث كان هناك العديد من اللقاءات بين الطرفين في الأشهر الماضية، مما يعكس رغبة النادي في الاحتفاظ بهذا اللاعب المتميز. تشير التقارير إلى أن كوندي منفتح على فكرة الاستمرار مع برشلونة، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها مع الفريق في الموسم الماضي، والتي كان أبرزها التتويج بالثلاثية المحلية. كما أن الإدارة الرياضية للنادي أكدت أن اللاعب يحظى بثقة كاملة، وهناك تفاؤل كبير في الوصول إلى اتفاق قريبا رغم بطء الإجراءات. برشلونة يضع عينه على تشافي سيمونز لتعويض فشل صفقة نيكو ويليامز. في خطوة جديدة نحو تعزيز خط الهجوم، دخل اسم تشافي سيمونز لاعب فريق لايبزيج الألماني ضمن قائمة اهتمامات نادي برشلونة لتعويض فشل صفقة نيكو ويليامز. بحسب تقرير لصحيفة آس الإسبانية، يسعى النادي الكتالوني لتقوية هجومه بعد تعثر مفاوضاته مع أتلتيك بلباو بشأن ويليامز، بالإضافة إلى استمرار التعقيدات حول انتقال لويس دياز إلى بايرن ميونخ. سيمونز الذي نشأ في أكاديمية لا ماسيا الشهيرة يعد أحد أبرز الخريجين الذين أثبتوا إمكانياتهم على الساحة الأوروبية. اللاعب الشاب انتقل إلى باريس سان جيرمان قبل أن ينتقل إلى لايبزيج، حيث أظهر أداءً مميزاً في الدوري الألماني. تقدر قيمة انتقاله حالياً بحوالي 60 مليون يورو، لكن لايبزيج مستعد للبيع في حال تلقيه عرضاً مناسباً. يعد تشافي سيمونز خياراً مثالياً لبرشلونة، ليس فقط بسبب خلفيته الكتالونية، بل لأنه يمتلك مهارات هجومية متميزة تمكنه من خلق الفرص والتسجيل، ويعتبر إضافة قيمة لأي فريق يهدف إلى التنافس على الألقاب الكبرى. في الوقت الذي يسعى فيه برشلونة لتعزيز صفوفه، فإن الجماهير الكتالونية تتطلع إلى صفقة تشافي سيمونز باعتبارها خطوة مهمة نحو استعادة التوازن في خط الهجوم، بينما تظل المفاوضات مع لايبزيج في مرحلة متقدمة.